بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وقفت النهارده قدام الايه الاولى من الاصحاح 17 في سفر التثنيه. الايه دي بتقول باختصار: ما تذبحش او لا تقدم او لا تذبح ثورا او شاة خروف او طور الى الرب، ويكون في عيب او في اي حاجه تسيء اليه، لان لو انت عملت كده فده عمل بغيض عند الرب. طب يا ربي يفرق ايه اذا كان الخروف اعرج او الثور في بقعة في جلده او الى اخره؟ هو الحقيقة كلحم مش هيفرق كتير، لكن اللي هيفرق هي فكرة التقدمة. انا بقدم لربنا ايه؟ هل بقدم ربنا احلى حاجة عندي ولا بقدم لربنا أسوأ حاجة عندي؟ عادة الناس بتلم الكراكيب وتوديها لربنا، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده فاكر معاكم. لكن الحقيقة المفروض الانسان لما يقدم لربنا احسن حاجة. عايز اراجع معاكم حكاية، مش عارف اذا كنت قلتها قبل كده ولا لا. الحكاية دي ان مرة في حد كان قدامي وبيحاول يقدم فلوس لربنا، فلقيته بيفرز الفلوس ما بين جديد وما بين قديم. فانا توقعت ان مادام الفلوس كده هتتقدم هيقدم القديم. لقيته بيقدم الجديد، فانا ابتسمت وقلت له: عادة الناس بتخلي الجديد في جيبها والقديم تقدمه عشور. قال لي: لا، اللي يتقدم لربنا ده لازم تكون احسن حاجة. درس بسيط بس حلو قوي، بيبين ان في انسان عارف ان ربنا هو صاحب كل خير، وعلشان ربنا هو صاحب كل خير لازم نقدم له احلى حاجة من الخير اللي بعته لينا. فعل الانسان اللي عنده عطاء بالمستوى ده مقبول جدا امام ربنا. ربنا يديني ويديكم ان احنا نقدم لربنا احلى وقت في اليوم ليه، مش اسوأ وقت واحنا تعبانين. ان احنا نقدم لربنا احلى حاجة عندنا في حياتنا حتى لو كانت اولادنا. ربنا يدينا نعمة فوق نعمة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد آمين. صباح الخير.